المشكله مش فيك ولا في ازاي تسوق لنفسك ولا ازاي تعرف تجيب شغل ولا حتى في الرساله اللي بتبعتها للعميل. صدق بالله انا شفت شغل لناس مش بروفيشنال خالص بس شغالين. عارف اللي زي ده بيكون بروفيشنال في مهارات مختلفه ليه؟ لانه قدر يوصل للعميل ويجيب شغل على قد مهاراته ويشتغل بيها. طب برضه ايه المشكله في انك مش مؤمن بان حاجه زي كده انت ممكن تعملها؟ مش مؤمن ان انت ممكن تبعت لعميل ويرد عليك وتعملوا عقد وتشتغلوا مع بعض؟ مش مؤمن انك عادي ممكن ما تعرفش تعمل شغلانه وتفشل فيها بس ساعتها هتتعلم وتعدي على اللي بعده؟ مش مؤمن بانك قادر تغير من نفسك بانك تجرب وتفشل في التجربه عشان تجربتك الفاشله هتعرفك الطريقه الناجحه؟ ببساطه يا برو لازم تعرف ان في ناس بدات باقل المهارات والتكاليف. طبعا ما تنساش قبل كل ده توفيق ربنا هو الاهم. فخلي علاقتك مع ربنا جميله وحياتك كلها هتبقى جميله. مش في الشغل بس، الشغل هيجي، العميل هيرد عليك، الشغل هيكون كتير معاك، بس كل حاجه لها نتائج حلوه وكبيره محتاجه وقت. ارضى، اسعى، افرح، انجح. انت المتحكم الاساسي في اسلوب حياتك وفي المدخلات والمخرجات. وهتكلم على ازاي العميل بيهمهوش اي حاجه الا الحاجات البسيطه في فيديو تاني. اعمل فولو بقى عشان اشوفك الفيديو الجاي. شكرا ليك، سلام.